25 أكيد البطولة يعني وصلت إلى دور متقدمة، دور الربع النهائي إن شاء الله. 8 منتخبات. للأسف المنتخب الوطني التونسي لم يتمكن من التأهل إلى الدور هذا، ولكن ما زالوا فما 3 منتخبات عربية موجودة من جملة 8 منتخبات. أكيد اليوم باش نرجعوا للمقابلات هذه وتحليلها مع محللنا الرياضي كما العادة. حاضر معنا السيد محمد نجيب خضر. سي نجيب مرحبا. اهلا وسهلا اخوي ايهاب، مرحبا بك ومرحبا بكل ساده مستمعي لسفام وكل اللي يتابعوا فينا كل سواء في صوره وصوتا. اكيد الصوره موجوده على الصفحه الرسميه لراديو لسفام وايضا عبر موجات او اثير لفام. اكيد تنجموا تتابعونا في الجنوب الشرقي. نحكيو على المنتخبات العربيه بخلاف اكيد المنتخب الوطني التونسي. 3 على 4 منتخبات تنجح في المرور الى دور ربع النهائي. 3 منتخبات موجودة من جملة 8 منتخبات في دور الثمانية. خليني نقول انه رقم يعني محترم سي نجيب. اكيد المنتخبات العربية بصراحة قدمت مردود كبير ياسر بناء عن وجودها في الكان ومش جاية للفصحى وجاية حتى فريق السوداني تعرف رغم الحرب في السودان. اي رغم الشيء ورغم اللي حرب في السودان وبدون بطوله فريق ما عندهاش بطوله. تمكن الفريق هذا خاصه امام مقابله السنغال، تمكن من افتتاح النتيجه، كان متفوق وكان قريب من التعديل ايضا. هي هو كان قريب من التعديل. ولذا الفرق العربيه بصراحه ابهرتنا، كانت حاضره جاهزه. هنا ما نجموش ما نتكلموش على المدربين العرب اللي كانوا في مستوى تكتيكي ونضج فهمتي واضحين. الملاعبيه تلعب عندها ملاعبيه بفالور، تلعب على امكانياتها. لعب هجومي في ابداع وزيع على مهارات النجوم ناهيك وان مرموش وصلاح واذا اضافه معناتها الى ابراهيم دياز في المغرب. الفرق هذه بصراحه امتعتنا. الفرق العربيه قدمت مستوى طيب. للفريق التونسي في بدايه اللقاء زي حتى هو قدم مستوى طيب، لكن ما تعرف لكن ما عرفش كيف يتعامل مع المباراه. اي وقت المدرب ما يوصلش في انسجام واحد في ثنيه صحيحه، لومن شوما تكتيك سيستم دو جو يتغير من مقابله لمقابله، حتى التشكيله تتغير من مقابله لمقابله. ما عرفتش عاطي قيمه كبيره ياسر للادفير، نلعبوا اون فونكسيون نتاع القوه نتاع الادفير. هذه كلها حاجات ما خلتش تونس تتغلق على كل. بالنسبه لكل مدرب عنده اخفاقات وعنده نجاحات، لكن حسب رايي فهمتي انا والكوتش بتاع الفريق الوطني التونسي سامي طرابلسي اغلق الباب امام باب المنتخب. خلينا نقول امام المدرب التونسي. هو سبقني في سؤالي ما دامك حكيت على تونس. تفضل مدرب اجنبي ام تونسي؟ ولو انه تقريبا نسبه 99% من التوانسه راهو يحكيوا على مدرب اجنبي. والله علاش نفضل مدرب اجنبي؟ لان باش اللي فيه حجر يلوح. إذا كان تو باش نجيبوا مثلا تو ينادوا الشعباني محسوب على الترجي الرياضي التونسي، ولهذا الحجر الكل تو تاع الفرق الاخرى باش تولي فهمتي على اي لاعب باش يكون موجود من الترجي يعني في القائمه ممكن يعني باش تصير انتقادات لمعين الشعباني. معقول هذا الانتقاد تولي هذا باش نخرجوا. هذا راهو مش معناتها المدرب التونسي عنده فالور، عنده قيمه. ناهيك الشعباني متالق فهمتي في المغرب، كيف خالد بن يحيى كان متالق لبرا. المدربين نتاعنا النادي زاد كيف كان متالق في جنوب افريقيا. المدربين نتاعنا كلهم عندهم مستوى لا بأس به وعندهم نضج في التدريب، وبالتالي معناتها قادرين باش يتقدموا. اتوقع امان فهمتي العقليه التونسيه خلينا نقول. اللي كونتراتاك اللي قاعد يصير من طرف فهمتي الجماهير الموجوده ربما ما يعجبها حتى شيء. لا لشيء كون هذا ما ينتميش للفئه نتاعهم. ما زلنا الجمهور ما زال نقولوا احنا ما تقدمش في التفكير، لان الفريق الوطني مش فريق نتاع نقولوا احنا جهه معينه.
فريق الناس الكل، وبالتالي يلزمني ننسى انتمائي لفريقي انا ونمشي نشجع الفريق الوطني مهما يكون اللي يدير في التدريبات، فهمتي، كو من اي جهه كانت، من صفاقس او من بنزرت او من قربان، لازمنا نشجعوا الناس الكل، المهم النتيجه. تتبقى زاد حتى سامي طرابلسي خلالهم الافضاء بالاخطاء المتكرره والكذا، خلى الافضاء للناس باش تنجم تتكلم. هذا اللي نجم نقوله بالنسبه لنا. تبقى هذا هو ما رايي بالنسبه للمدرب الاترونجي، انا ترونر اترونجي نشوي بور للحاله هذه فقط. خاطر تو تعرف اموال كبيره باش تكون معناتها اذا كان باش نجيبوا مدرب، واحنا في حاجه الانفراستركتور نتاعنا ما تتطلب، فهمتي، الاموال هذه. تبقى بكره هم اخاك لبطل اذا كان استوجب الامر باش نجيبوا مدرب فهمتي اترونجي معناتها في صالح الفوتبول التونسيان. لما لا نضحوا على خاطر توا مشكلتنا احنا توا حتى في كاس العالم عندنا اصعب مجموعه بالنسبه للفرق العربيه هي مجموعه خلينا نقول، لان احنا تو تعرف معك اليابان ومعك ربما يجيك بولونيا فهمتي ترشح لك، معك هولندا، الفرق هذه فهمتي صعيبه علينا ياسر. ولهذا اذا كان باش نصموا باش نجيبوا مدرب فهمتي اجنبي وباش يعمل لنا نتيجه في كاس العالم في الوقت الضيق هذايا، راهو من الصعب جدا. ولهذا التفكير ما نعرفش انا الناس قاعده تفكر. هو سي نجيب في اطار انه يعني كيفيه خلاص خليني نقول الجامعه لمدرب اجنبي ايضا يعني يخلص في برشا فلوس، كيفاش باش تخلصوا؟ هو الجامعه التونسيه ايضا قاعده تدخل في برشا فلوس الحقيقه من المشاركات الاخيره، من التاهل الى كاس العالم. اذا كان فما برنامج ايضا يعني فما هدف ينجم يعني يتحقق مع المدرب الجديد، ينجم يخلص معنا المدرب. توا الفلوس احنا نشوفوا فيها بصراحه فلوس داخله فهمتي. حتى قبل الوقت كان وديع الجاري فهمتي في جامعه تونسيه للقدم نحكوا على 50 مليار فايض ونحكوا عليها لكن حسب ما نسمعوا كون فما ربما اللي يعملوا واللي يخدموا في الجامعه التونسيه لكره القدم قال لك خلاص فهمتي معناتها عالي الاجور نتاعها عاليه ياسر. اذا كان كل شهر ما نعرفش يحكوا على ترى قداش انا مئات الملايين تقريبا يحكوا لنا فهمتي خلاص فهمتي اللي يخدموا في الجامعه. وهذا بصراحه فهمتي نقطه استفهام كبيره ياسر. يلزمنا نصلح ارواحنا احنا فينا اذا كان بس نصلح باش نحبوا نقدموا ونجيبوا ان انترونور اترونجي، يلزم نعملوا مراجعه الشيء اللي خلانا نوصل للمستوى هذا. يلزم نرجعوا تالي ونحاول باش ننظفوا ونشوفوا الناس ونحاولوا هالفلوس هل نشد كيفاش نشدوا باي صفه باي كيفيه، كيفاش قاعده توزع على الناس هذوما. ياسر حاجه الكره التونسيه نتاعنا تحب لها شو نقول لك مراجعه بالعمق، مراجعة بداية من الناس الكل. هي على مستوى شخصيا نشوفها أنه العقلية التونسية، عقلية حتى المشجع التونسي زي تتبدل. راو مثلا كيف المنتخب يعني يلعب مباراة راو ما فمش أندية، تقريبا منتخبنا الوحيد وهو اللي نشوفه حتى في الجماهير يعني يلبسوا في أزياء متاع الأندية، ترجي الافريقي صفاقسي النجم. ممكن العقلية هذه أيضا يلزمها تتبدل في جماهيرنا التونسية. قبل ما نمشيو لبقية المنتخبات العربية تقريبا في 12 دقيقة باش نحكيو عليهم، سي نجيب الحقيقة نستغرب شخصيا كيف نشوف منتخبات يعني أقل من المنتخب الوطني التونسي، بدون معناه من نمسوا من المنتخبات هذه، ولكن يعني عندها مدربين أجانب ويخلصوا في برشا فلوس. عرفت قلت لك لازم نراجعوا المصاريف نتاعنا على خاطر هذيك. ثم ربما ما نقولوا احنا ضغط على المصاريف في الجامعات هذيك، ثم مراقبه. احنا لو تكون مراقبه وتكون ضغط على المصاريف قادرين باش نخلصوا فهمتي مدرب اجنبي، قادرين باش نجيبوا مدرب اجنبي معناتها في نقولوا احنا مستوى في الخلاص مستوى الفريق التونسي على الاقل. نقولوا احنا مشكلتنا راهو مدرب اجنبي لا لشيء باش يكون اليمون ناصر
فهمتي، باش حتى واحد ما ينجم يقدح فيه ولا ينقذه ولا ينتهي الانتماءات نتاعه او جاب فلان الفلاني او كذا. لازم يكون هو كلو مايور اللاعبي اللي هو قادر باش يعطي الاضافه يعيط له بدون انتماءات. ما فماش هذا الفريق الفلاني او الفريق الفلاني. احنا وصلنا في كاس العالم الاخراني نردوا في الفرق يلزمنا نعملوا ايكيليبر، يعني لازم هذا فما فهمتي، بحيث حتى الفلوس ولينا نوزعوا فيها فهمتي على الفرق لازم نهزوا في شنو مؤثر وكذا. هذا حوايج كلها لازم نخرجوا منها إذا كان نحبوا ننطلقوا، وهذا يلزمها خويا هذه يلزمها وقت، يلزمها مده. خاطر باش تنظف فهمتي، باش تنظف عقليه كانت راسخه فينا منذ السنين، عشرات السنين، باش تنجم تخرجها بدايه من رؤساء الجمعيات، بدايه من الجمهور، بدايه من الجمهور اللي يمشي كل حد. احنا في رادس والكراسي مكسره يسرح حوايج هذوما يلزم فهمتي مراجعتها ويلزم الضرب فهمتي بقوه اذا كان نحبوا نمشي في الثنيه الصحيحه. واضح. باهي سي نجيب، نحكيو على المنتخبات العربيه المتاهله الى الدور ربع النهائي من المسابقه. نبداو مع المنتخب الجزائري اللي اصطدم بمنتخب قوي الحقيقه، وانت شخصيا سي نجيب كنت رشحته انه يعني باش يوصل بعيد في المسابقه هذه. منتخب الكونغو اللي ترشح كصاحب المرتبه الثانيه ولكن عنده 7 نقاط، يعني كانت منتظره انه باش تكون يعني تقريبا يعني اقوى مقابله بين الجزائر الكونغو، ولكن البديل عادل بولبينا مع دخول ايضا بغداد بنجاح. وهذه قيمه المدرب اللي يعني يقوم بتغييرات يعني تغير شكل المباراه. ومنتخب الجزائر بهدف قاتل في الدقيقه 119 الدقيقه الاخيره من الشوط الاضافي الثاني يتمكن من خطف بطاقه العبور الى دور ربع النهائي في مقابله كانت لربما الجزائر افضل ولكن بقليل من منتخب الكونغو اللي كان قريب ايضا من انه يسجل اهداف. هي اكيد بصراحه المقابله هذه خلينا نقولوا معناتها احسن مقابله في الدور هذايا اللي شفناها فهمتي. لكن زاد الفريق الجزائري كان حاضر جاهز، خلينا نقولوا حتى في لو بلان فهمتي مونتال جاهز كما ينبغي. المدرب نتاعو بيتكوفيتش بصراحه أظهرنا بالتغييرات نتاعو، ولو أن التغيير نتاع بولبينا يقولوا كونه متمحرز تدخل في التغيير هذايا وتكلم الصورة اللي شاهدناها هاي الصورة اللي شاهدناها هذا ما يمنعش كونه تحس كونه الفريق سوليدار، تحس كونه اللاعبي المدرب قريب ياسر من اللاعبيه نتاعه. وقت يوصل اللاعبي كيما محرز يتقدم بفكرة ويقبلها المدرب، هنا تعرف هنا نقولوا احنا السوليداريتي، الناس ملتحده بعضها، الامبيونس نتاع الفريق خارق العاده. هنا الجزائر خلينا نقول زاد حتى بقدوم لوكا زيدان الحارس المرمى اعطى اضافه للخط الدفاعي. لوكا زين الدين زيدان معروف زين الدين زيدان شفناه اعطاهم ثقه. حتى الدفاع نتاع الفريق الجزائري تحس فهمتي وقت اللي يلعب ويحصر فهمتي المنطقه اللي فيها فهمتي المنافس. خاصه شفنا الفريق الكونغولي احرج دفاع الفريق الجزائري كان برا، لكن تلقاه حاضر. شفنا زاد لوكا زيدان في اللي بالاريتي ينظم الديسبوزيتيف نتاع الفريق. شفنا ان ليدر في الجمعيه بصراحه. خلينا نقول هنا اللي ينقص زيد نرجع على الفريق التونسي. اللي ينقصنا على الفريق التونسي شخص كيما الشخص هذا. لو كان ربما لوكا زيدان جاء تونسي رانا موجودين في مع المجموعه. على كل بالنسبه للكونغو دي سابر قدم فهمتي مقابله طيبه. تعرف هو ازاح الفريق النيجيري في كاس العالم، مازال هو باش يلعب على حظوظه لا محاله. بقى المقابله هذه خلينا نقولوا في الثمن النهائي كانت من احسن المقابلات اللي شفناها. وبالتالي معناتها خساره وقت تشوف فريق كيما الكونغو كانوا ياسر ناس مرشحين باش يكون موجود على الاقل في الكاريدات او ربما في النهائي ما توجدش، لان لقى فريق كبير اللي هو فريق الجزائري بقياده بيتكوفيتش قدر باش فهمتي يدرس الفريق الكونغو وقدر فهمتي باش يفوز
ذاك الكوتشينج الناجح اللي في اخر لحظه. وبالتالي هذه الكره كره غدره، كره غدره، والكره لازمك تعرف وقتاش فهمتي الملاعبي توظفه وشنو المطلوب منها. هنا ملاعبية الجزائر بصراحة كي يخرج ملاعبي حتى بالنصر وقت تضرب خرج وكأننا لم نشعر وأن بالنصر خرج. كيف محرز خرج ما شعرناش كون النقص نتاع محرز موجود. فما عمورة مصلي عندي عشيرة اليسار ملاعبية دو فالور تنجم تملى بهم ايدك. به نحكيو على المنتخب المصري، المدرب المصري حسام حسن، يعني الحقيقة انتقادات كبيرة ليه، ولكن منتخب مصري تقريبا أنا نشوفه وفي لعاداته. دائما المنتخب المصري لا يقدم المردود الكبير ثم فجأة يعني تجد المنتخب المصري في النهائي أو يتوج باللقب. صحيح الفريق المصري اذا كان تعرف توا احنا نسمي لك ثلاثه الشناوي حارس مرمى اللي هو باستثناء المقابله ربما الاولى اللي كان ثم انتقادات لكن شفناها بعد اللي فهمتي اللان دي مايور في الديفونس حتى من الحراس الموجودين قاد فريق المصري الانتصارات هذه كان وراءهم فهمتي وراهم الشناوي. وهذا ما ننسوش مرموش في الابداعات نتاعه ضد زيمبابوي وقت اللي الحل ما توجدش فهمتي حل انديفيدويال فهمتي وحتى الزاويه مغلقه وقدر باش يسجل. كيف صلاح وقت اللي الضغط كان موجود من فريق البنين شفناه فهمتي في الدقيقه قبل الاخيره اقتل المباراه من التسجيل وقتل المباراه. هذوما كل الملاعبيه اللي عندهم ما يقولوا في رواحهم اللي عندهم مستوى فهمتي كبير ويلعبوا في فرق كبيره ياسر ينجموا يعطوك الحل وقت اللي يضيق فهمتي على المدرب ربما باش ينجم سي لو بلان تكتيك. هم يجي يلقوا سي لو بلان انديفيدويال الفرديات هنا عملت الفارق في الفريق المصري سواء بالشناوي في حراسه المرمى او بصلاح او مرموش. الأسماء الكبيرة على مستوى خط الهجوم، واحد في السيتي واحد في ليفربول أيضا. ممكن نرجع لكلام محمد أبو تريكة اللي قال أنه يعني المنتخب التونسي ما فمش يعني لاعبي نخاف منه كي باش نلعب ضد. الفريق التونسي ما عندناش ملاعب تخاف منه اما تخاف من الكتله. الكتله كامله. احنا فريق تونسي فريق دفاعي صحيح لكن ما يمنعش كونه فريق جماعي يلعب كره فهمتي عصريه وبالتالي اللي ينقص الفريق التونسي ينقص راس حربه امبيتور يحط كره في الفيلي. هذا خاطر توا حتى كان ينجم ربما يتجاوزها اسمه سامي طرابلسي النقطه هذه وقت اللي ما عندكش بيتور لازمك تركز على الكرات الثابته. قديش من كره ثابته جدنا ضد مالي كم من كره ثابته عشرات لا تحصى ولا تعد لكن ما استغلينا ولا كره ديما نلعبوا بهم نلعبوا مع فرد في نمط واحد ما غيرناش ما لعبناش هدول ما خرجناش على 18 متر ما حطيناش عند البوتو ما حطيناش على الدوزيام بوتو. هذوما كل وقت انت تتغير هنا نقول احنا تشتت فكره المدافع نتاع الخصم نتاعك وبالتالي قادر باش ربما تقدر قادر باش تسجل. هذوما الحويات نحكينا لكن ما يمنعش كونه الفرق انا نقول لك اللي شفتها حتى هي اللي غادرت كما البنين كما تنزانيا اللي عملت حاله كبيره تعرف. في دقيقتين سي نجيب في دقيقتين باش اكيد نختموا برنامجنا اليوم مع المنتخب المغربي بصعوبه امام تنزانيا ويعني حديث كبير عن ضربه جزاء لتنزانيا في اللحظات الاخيره. ايوه خليني نقول انا الفريق المغربي لقى صعوبه كبيره مع الفريق التنزاني. الفريق التنزاني اللي فاجأ الجميع بصراحه خاطر وقت لعبناه احنا الفريق التنزاني كنا نتصوروا كونه فريق في المتناول لكن فاجأنا خاصه بعد ما عدل النتيجه فاجأنا وكان ربما هو وقت اللي سمع بالريزلتا كون اوغندا منهزمه ويعرف كون نتيجه تعادل
تكفيه امام الفريق التونسي. شفنا البلوك وخر شويه بتاع تنزانيا وحب يحافظ على نقطتين وكان له ما اراد. هكا علاش اللي ما شفناش ربما شوف بعد الهدف بتاع تنزانيا شفنا كان البوزيسيون بلا بال مالت شيئا ما بالفريق التنزاني. وهنا الفريق التنزاني ورى علو كعبه امام الفريق المغربي المدجج بالنجوم. وناهيك ان انا واحد من الناس شوف خويا بالنسبه لضربه الجزاء صحيح الناس الكل علقت على ضربه الجزاء. تبقى في الوقت هذاك وضربه الجزاء هي الهفوه موجوده. الهفوه موجوده اما فما اجتهاد من طرف الحكم. فما حكام ما تعطيهاش بصراحه نقول لك لكن فما حكام اللي هم سيفير في ضربات الجزاء تعطيها. يقول لك اي هفوه مهما كان القوه نتاعها في منطقه 18 متر ما نعطيهاش. تبقى فما حكام اخرين زاد يقيموا قوه الهفوه. الهفوه هذيك انا حسب رايي شخصيا لا ترتقي الى ضربه جزاء. واضح سي نجيب، شكرا لك، كنت حاضر معنا في المباشر في حصتنا اليوم. كنكونوا وصلنا لختام حصتنا اليوم مع تزامنا مع موعد اذان صلاه العشاء حسب توقيت جزيره جربه.